السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر الذي نشرته جريدة الشروق باقتضاب، وقال رواد المواقع أن الأمر يتعلق بسامي الفهري الذي تورط في جريمة محاولة قتل زوجته أسماء بن جميع باستعمال سكين، مع العلم أن قناة الحوار التونسي وشركة الإنتاج آيت برود على ملك الزوجة أسماء بن جميع، مع الإشارة وأنه خلال احتفالات رأس السنة توجه سامي الفهري إلى الجنوب التونسي مع عدد من مدمني المخدرات، وكانت فرقة من الحرس الوطني قد قامت بتفتيش سيارتهم الرباعية الدفع ووجدت كمية ضئيلة من الكوكايين. كذلك تفعل الكوكايين بصاحبها أكثر مما يفعل به عدوه. هذا الخبر الذي وجد صداه في عديد من الصفحات التواصل الاجتماعي وانتشر انتشار النار في الهشيم لم يتم تكذيبه من أي جهة، رغم كون الفهري الزوجة ناشطة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى إثر مستجدات أخرى أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.